يلا نعمل المكشكشة اللي كانت حديث السوشيال ميديا والمحلات الفترة اللي فاتت. هي وصفات تانية كتير، بس دي اكتر وصفة واقعية حسيت ان احنا ممكن نعملها، لان هي مش اكتر من جلاش ومحشي بحشوة كريمة حلواني او الباستري كريم اللي هنعملها من الاول خالص. يلا نبدأ على طول بالحشوة. هنجيب 2 صفار بيض وعليهم معلقتين من النشا ومعلقتين سكر ومعلقة كبيرة فانيليا، ونقلبهم كويس جدا لغاية لما يتجانسوا تماما ويبقوا كريمي بالشكل ده. وبعد كده هنجيب لبن وكريمة، كوباية من اللبن كوباية من الكريمة، وممكن تعملوا الكمية كلها لبن لو تحبوا، وهنخليهم يدفوا مجرد بس يدفوا على النار. مش هنخلي الخليط يغلي خالص، واحنا عايزينه بس دافي. وعلى فكرة ممكن تضيفوا قرفة لو تحبوا عود قرفة، هتدي طعم ونكهة حلوين. أول لما يبدأ يدفى هنخلط خليط البيض مع اللبن، ولكن هنحط الأول كمية من اللبن الدافي الكريمة واللبن على البيض وبعدين نخلطهم مع بعض. ودي عملية اسمها تمبرينج، ان احنا بنجهز البيض ان هو نضيفه على اللبن، علشان لو ضفناه على طول مرة واحدة ممكن يتحول لأومليت ويكلكع معانا. بس كده، ده كده شكل الكريمة. هنسيبها تهدى خالص وهنغطيها، هنغطي سطحها كده بحاجة بلاستيك، بكيس بلاستيك، بس أنا هنا استخدمت كيس حراري علشان يكون صحي وما يكونش فيه مشكلة إنه يلامس السطح السخن. هنبدأ نجهز بقى صينية الجلاش. هندهن الصينية سمنة ونرص نص لفة الجلاش بشكل عادي جدا زي ما احنا شايفين. مش هندهنها، بس يفضل ان انتوا تدهنوا بين كل طبقة والتانية سمنة. وبعدين هننزل بالكريمة وهنبدأ بقى نكشكش وش الجلاش. هي دي المرحلة بس اللي هنكشكش فيها الوش. هنعملها بالشكل ده. فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها بالورق زمان؟ هي نفس الفكرة. هنجيب راق راق وهنكشكشه ونحطه بالطريقة دي، على حسب بقى مقاس الصينية بتاعتكم، عايزين تعملوها بالعرض بالطول بالشكل اللي انتوا تحبوه. هيبقى ده شكلها، وهنبدأ نرصها كلها على الوش، وهسيبكم تشوفوا بتتعمل ازاي وبعدين نكمل ونشوف هنسقيها ازاي. بس كده، ده بقى شكلها. هنسقيها بقى بسمنة سايحة وهندخلها الفرن. وده شكلها لما بتطلع، شكلها خطير جدا ومقرمشة وحلوة قوي. هنسقيها بإيه؟ هنسقيها بلبن، لبن وعليه معلقة فانيليا. أنا هنا مزودة معلقة قشطة مع اللبن، وهو ده هتلاقوها باينة على الوش. مش عايزين قشطة تمام، ممكن كمان بلبن مكثف، ممكن لبن حليب ولبن مكثف. ففي اختيارات كتير، وهتلاقوا كل التفاصيل مكتوبة في التعليقات. بعد ما نسقيها باللبن البارد وهي سخنة، هننزل كمان بعسل بارد، وهنسمع كده صوت الطشة بتبقى صوتها خطير، وهو ده اللي بيخليها مقرمشة. وبعدين نزينها زي ما تحبوا. عادة هي بتتزين بالفستق، انتوا ممكن تزينوها بأي حاجة تانية. بجد حلوة، تستاهل التجربة وما تستاهلش المبلغ الكبير اللي بتتباع بيه. طعمها حلو جدا. وعلى فكرة بدل كريمة الحلواني ممكن تحشوها مهلبية عادي. ممكن تشتروا بودرة كريمة الحلواني جاهزة، بس أنا بحب أعملها من الأول خالص. ده شكلها، وده شكلها من جوه. وتاني بقول لكم ممكن ان انتوا تدهنوا بين كل طبقة وطبقة سمنة، ده هيخليها مقرمشة اكتر كمان. يا ريت تجربوها، ويا ريت تقولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا وشفا.